أسلم استشاري جلدية في اليابان. كيف أسلم؟ أسلم من آية واحدة. الآية الواحدة تعنيني وتعنيك كثيرا. الآن الجلد فيه 7 طبقات، اللي يحس بالألم طبقة واحدة بس، طبقة واحدة. عشان كذا لما تدخل إبرة في أحد تلقاه يحس شوي ثم بعدها راح الألم، صح؟ الإبرة باقية في مكانها داخل، بل أكثر الآن. هو حس أول وخزة. هذا العالم أسلم بعد ما بدأ يتفحص في قضايا الجلد وكيف الإحساس وكيف الألم. مستقبلات الألم في طبقة واحدة بس، في مستقبلات ألم ومستقبلات حرق، مستقبلات درجة حرارة، مستقبلات ضغط، مستقبلات سكر، شغالة 24 ساعة مستشفيات الدنيا كلها في جسمك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما تعرف قدرها إذا حرمك الله واحدة من هالملايين النعم. كيف أسلم؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك شيخ يقول إن من ورائكم زمان صبر. العامل فيه الزمان، ما قال الجالس، قال العامل أجره كأجر 50 منكم. يكلم من؟ يكلم الصحابة. الصحابة يحسبون النبي عليه الصلاة والسلام زل فلت لسانه عليه الصلاة والسلام محاشاه. قالوا يا رسول الله أو منهم، يمكن تقصد 50 أجر منهم، أجر واحد منهم اللي يشتغل في الدين كأجر 50 منهم هم. قال لا بل منكم. طيب ليش؟ وما ذاك؟ احنا مقطعين عشانك. خباب بن أرت البخاري رضي الله عنه يكشف إزاره للنبي عليه الصلاة والسلام رداءه، يقول يا رسول الله انظر جسمه متقطع الأضلاع واضحة، ايش هذا كله؟ الحديث البخاري قال من أنمار يا رسول الله. أنمار اللي يشتغل عندها. قال والله إنها لما راودتني على ديني ورفضت فرشت هي وأخوها الجمر ثم قيدوني ثم طرحوني على ظهري. والله يا رسول الله ما أطفأه، ولكن أطفأ الجمر الودك الذي يسيل من شحمي. يعني قاعد تتعذب على النار لين طفت. طيب ايش تبغى؟ قال ألا تدعو الله لنا؟ رد عليه النبي عليه السلام رد أقوى من هذا. قال إنه كان في من كان قبلكم. انت تحسب انك قاعد تشتغل بلاش، عشان كذا أكثرنا يرجع. تحسب تشتغل بلاش؟ هالظهر اللي تقطع بيتقلب ملايين السنين في الجنة. يحتضن زوجته في أول يوم 40 سنة كما قال ابن القيم، ما يريد شيء إلا يبغاه. اصبر. قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط به ما بين لحمه وعظمه. يجي مشاط الحديد ويمشطونه ما في شيء، بس ليه؟ يمشط به ما بين لحمه وعظمه ثم يؤتى بمناشر الحديد ويوضع في حفرة ثم ينشر، ما كان ذلك يرده عن دينه شيئا. والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. إذا كانوا يستعجلون احنا شو نسوي؟ الشاهد من هذا الكلام قال أجره كأجر. شوف هذا الكلام متحملين، يقولوا مو بزيكم، أجر مو زي الناس اللي معهم. أجر العامل فيه كأجر الصحابي اللي مثل هذا رضي الله عنه. قالوا يا رسول الله ومما ذاك؟ قال إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. انت لا جيت تنصح واحد يا الصحابي كل الصحابة يجون يقولون صح، نعم انت غلط، اللي مسوي غلط غلط وانت اللي صح تصح. بعدها في الزمان تنصح واحد يجيك ناس يقولك ايش دخلك فيه، وزوجتك تقول يا اخي تورطنا مع الناس، كل العالم ضدك، هذا تاخذ من اجر وهذا تاخذ من اجر حتى يصير اجرك كاجر 50 صحابي. قال بعدها قال القابض فيه على دينه في لفظ كالقابض على الجمر. هذه الكلمة اعجاز لحالها، ومن تأملها يعلم عظمة رب العالمين في خلق الإنسان. النبي عليه السلام قال اشترط قال القابض فيها. قابض ما قال ماسكها ولا لامسها. اللي يلمس واجد يقول لا والله ايش تدين ما امسح اللي عندي واغير اشطل اللي في سيارتي ولا والله يا حبيبي انا ما اقدر. لامسين واجد اللي يلمسون. لكن اشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرط هو اصل سعادتك. قال القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر إن صح الخبر.
كالقابض على الجمر. ليش ما قال كماسك الجمر؟ اللي قابض على الجمر ايش يصير فيه؟ يصير له امرين. الامر الاول الطبقة اللي تحس ايش تصير فيها؟ تحترق. حس بألم شوي وبس قابض احترقت. الامر الثاني ان ما سمح للاكسجين يدخل الفتن، فتح صورة هنا وفتح موقع هنا وتعرف على واحدة هنا وبدأ يحاول ينصح واحدة هناك. يا جماعة لا نورط انفسنا مع النساء. فهو قابض ما سمح اصلا للاكسجين يدخل. اذا اخمدت نار وما سمحت للاكسجين يدخل ايش يصير فيها؟ ايش يصير فيها؟ تطفى. فالقضية معاناة دقيقتين، صبر ساعة. الآن هذه القضايا دي كلها تعرف ايش اللي يصير وانت ماسك الجمر؟ كل الجسم قاعد يتفاعل. الحساسات العلم ترسل رسالة للمخ مباشرة، في شيء ماسكه ما ادري وشو، يرسل المخ هذه الجمرة. طيب ايش نسوي؟ يرسل المخ رسالة ثانية للعضلة المسؤولة عن هالمكان. يعني مثلا ماسك الآن انا الجمرة، شوف العظمة في خلق رب العالمين. الآن انا ماسك الجمرة زين لمستها، ثم جاء المخ يرسل رسالة للعضلة اللي هنا تنقبض. تخيل هنا فيه ولدي ولا بنتي، يرسل المخ رسالة للعضلة اللي هنا عشان اوخر عنه. ما اعظم الله. كل هذه كلها تصير في لمح البصر. طيب لا انطفت الجمرة والطبقة اللي تحس الألم راحت، صار يحس بشيء؟ صار ما عاد يحس بشيء. لو تبغى يمسك بعدها مليون جمرة امسكها، انه مشكلتنا في اللي قاعدين نلمس. صح؟ لأجل هذا قال الله عز وجل كلما نضجت جلودهم، راح الطبقة اللي تحس الألم ايش صار؟ بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ ليذوقوا العذاب. يا أسلم هذا رجل من الآية قال معناتها أن الله سبحانه وتعالى قبل 1400 وأكثر من 400 سنة علمنا أن الطبقة إذا نضجت وراحت ما عاد تحس بالألم، فتحتاج طبقة ثانية فيها حساسة ألم عشان تحس بالألم. من علم محمد عليه الصلاة والسلام أن الجلد 7 طبقات وأن في طبقة هي اللي تحس الألم بس لحالها؟ يقول الله عز وجل في عظمته لخلق الإنسان، يقول سبحانه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. لازم نعرف أصلنا. ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. شوف التاريخ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.